أبشع كذبة في تاريخ الإعلام المصري. في حلقة المهيب عبد الهادي من يومين عمل مداخلة مع لاعب النادي المصري إلياس الجلاصي، وكان في ضيافة مهيب عبد الهادي كابتن رضا عبد العال. مهيب عبد الهادي كان بيسأل إلياس الجلاصي: هل في تفاوض ما بينك وما بين نادي الزمالك ونسبة المباراة الودية اللي كانت ما بينكم النهارده؟ رد إلياس الجلاصي تلقائيا وقال له: واحد كده شعره طويل. قال له: كابتن مدحت عبد الهادي. قال له: وكان معجب بكابتن رضا عبد العال. المهم جه مهيب عبد الهادي وبيسأل إلياس الجلاصي: تماضيت مع نادي الزمالك؟ رد كابتن رضا عبد العال وقال له: عمره ما هيقول لك. مهيب عبد الهادي رد وقال لكابتن رضا: لا، ده احنا خارج الهوا. وبيغمس كابتن رضا عبد العال. طبعا الياس الجلاصي قال له: لا، انا ما مضيتش. طب انت تفضل الانتقال للزمالك او للاهلي؟ قال له: افضل الانتقال للزمالك. اللاعب بيتكلم على نياته، بيتكلم اللي دي محادثه شخصيه ما بينهم هما الاتنين، مش على الهوا. وده تضليل اعلامي، اللي انت تخدع لاعب اللي المكالمه دي شخصيه، وفي الاخر المكالمه تكون على الهوا قدام الناس كلها. تم ايقاف برنامج مهيب عبد الهادي وتحويل مهيب عبد الهادي للتحقيق. اسمع بقى دلوقتي رساله الياس الجلاصي لجمهور النادي المصري. بعتذر يعني للجمهور المصري والإدارة واللعيبة. إن شاء الله يعني ما تتعادش، وهما يعني كنتش عارف اللي أنا على الهوا، وعمري ما فكرت يعني أسيء للنادي. حقكم عليا، وإن شاء الله يعني أفرحكم في اللي جاي يا رب.